والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. انا جاية النهاردة عشان نعمل مع بعض صينية كيكة بالبلح والمكسرات والقرفة، حاجة كده على الرايق كده وجميلة جدا جدا جدا. لو عندك بلح من اللي هو الطري الجميل ده هو بتاع رمضان، تعالي بينا نقطع شوية كده قد قيمة كوباية واقول لكم هنعمل بيها ايه. بما ان احنا هنعمل كيكة النهاردة، فلازم يكون الفرن بتاعنا شغال. اول ما تبدأي في الكيكة او اول ما تفكري انك هتعملي كيكة، تشغلي ايه الفرن بتاعك. شغلي الفرن من تحت ومن فوق، تمام. اول ما تخلصي الكيكة بتاعتك دخلي الكيكة في الفرن، اقفلي من فوق وخلي بس من تحت شغال. واول ما تحسي ان الكيكة بتاعتك ارتفعت وبقت جميلة وده القوام اللي انت عايزاه وطابت، في ما تقفليش بقى، افتحي بقى الشوايه تدي اللون الجميل الوش الجميل بتاعنا. ماشي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي اللبن على النار بيغلي معانا لحد ما نخلص تفصيص الكيكه، تفصيص البلح، ونجيب كوبايه لبن مغليه كده على البلح. واقول لكم هنعمل ايه تاني. ما شاء الله العربيات دلوقتي رايحه جايه رايحه جايه، فهي سايبه طول النهار وجت دلوقتي تمشي، مستنيه لما اجي اسجل وتروح وتيجي. ما علينا، خلينا في اللي احنا فيه. تمام كده. تعالى نجيب حاجه كبيره شويه، طبق كبير كده جميل وحليوه كده، ننزل بالبلح بتاعنا وكوبايه لبن مغليه هننزل عليها لحد ما تبرد شويه ونحس ان البلحيه دابت كده عشان تضرب في الخلاط وتتفرم معانا وتسيح. حسبي الله ونعم الوكيل في العربيات. ما علينا، خلينا في اللي احنا فيه. تيجي بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. احنا حطينا اللبن على البلح دلوقتي وهنركنها على جنب ونغطيها لحد ما تدوب مع بعضيها كده. وتعالوا نشوف المواد الجافه هي بتاعتنا هنعمل ايه. بما ان كيكه، فعايزه اقول لكم الكيكه بالنسبه لي بقت سهله جدا 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 فوق ما تتصوروا. حاجه كده عادي خالص، عامله زي كوبايه الشاي اللي بتعمليها في ثانيه وانت واقفه على البوتاجاز. ما علينا، نزلنا بكوبايه ونص دقيق، وده حسب الصينيه بتاعتك. انا هعمل في الصينيه الوسط، فهي كوبايه ونص حلوه قوي. تمام. هنهز الدقيق او هننخل الدقيق كويس. لازم تنخلي الدقيق بتاعك عشان لو في اي رواسب او اي حاجه ايه تبقى في المنخل بتاعنا. تمام. تمام. يلا بقى، لو اول مره تشوفيني، بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بالله عليكي، لو اول مره تشوفيني اعملي لي اشتراك واعملي لايك واي كومنت. اشتراك ولايك وكومنت، سبسكرايب ومتابعه وفعل الجرس. حلوه دي، حلوه دي. نزلنا ب3 معالق نشا على الدقيق كده، وكيس بيكنج باودر وذرة ملح، وكل ده هننخله مع بعض. عايزه اقول لكم النشا دي بتعمل زي تحريشه كده، بتبقى حاجه زي عامله زي حاجه الحرشه كده، بتقرقش كده في البق الكيكه، تلاقي طعمها جميله جدا. مش عارفه، بيبقى لها طعم غريب كده بجد يعني. ونخلناهم مع بعض. وطبعا البيكنج باودر معروفه، طبعا البيكنج باودر دوت عشان ايه؟ يديلك فم عالي كده ويعملك قوام عاليه كده وعامله زي السفنجه. تمام. تعالي بقى نشوف المواد السائلة وهي ايه. نجيب الشفشق بتاعنا، نص كوباية زيت. طبعا الكوباية الجميلة الحلوة دي ماشية ورايا في كل حتة. هننزل ببيضتين. انا قلت لكم هعمل لكم المرة الجاية ببيضة واحدة، بس معلش هنعمل المرة دي ببيضتين، والمرة الجاية صدقوني هعمل لكم بيضة واحدة، والمرة اللي بعديها هعمل لكم من غير بيض. انا مش عارفه الدنيا موديانا لحد فين. ما علينا، خلينا في الكيكه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. انا عملت لكم كيكه قبل كده برضو بالبلح، بس الكيكه المقلوبه بالبلح. دي بقى الكيكه المدخوله في البلح. كده نزلنا بالبيضتين ونص كوبايه زيت، ونزلنا بمعلقتين خل، وهننزل بالفانيليا. ولا نزلت بالفانيليا. دي بقى ربع معلقة قرفة. مش عايزة اقولك على ريحتها وطعمها، خرافة 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 خرافة، حاجة كده ولا في الخيال بأمانة يعني. وادي البلح الجميل بتاعنا اهوت، طري وبقى حلو اهو. هنضرب كل الحاجات ديت بقى في الخلاط. انا زعلانه جدا عشان دراعي اللي باين ده، نسيت البس المعصم بتاعي، اعذروني. غضوا بصركم، اسمعوا بس. اهيت. هنضربها كويس. طبعا انا مش مغطيه الشفشه، بس مش عارفه اوريكم من فوق.
اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم حصلت لي مشكله كبيره جدا 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 في الفيديو ده، بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. تمام كده ضربنا كل المكونات مع بعضيها. بقول لكم ما حطيناش سكر، الكيكه دي كيكه صايمه على الناس اللي هي بتصوم وعامله ريجيم وكده. الكيكه دي تبقى حلوه جدا 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 بالنسبه له. انا ما حطيناش سكر خالص، احنا اكتفينا بالبلح بتاعنا بس. عايزه اقول لكم كان القوام بتاعها كان جميل وكان طعمها تحفه جدا. جنب منك ميه مغليه في الكتل، هنحط حبه في الشفشق بتاعنا عشان محتاجه لسه شويه لبن او شويه ميه. لو ما فيش لبن ما فيش اي مشكله، هننزل بالميه المغليه. واهي الميه المغليه معانا اهي. يلا كده انا بحط في الشفشق اهيت. بص السخنه ازاي، شايفه مبخره اهي، مبخره ومعمره. يا رب يا رب يا رب اكون خفيفه عليكم في فيديوهاتي كلها. ولو مش حلوه في فيديوهاتي، او مش الاداء بتاعي مش كويس، او مش بتستفيدوا حاجه، ممكن تقولي لي بقى في التعليقات برضو وانا ارد عليكم. وممكن من ردكم عليا او مش قد كده في التعليقات في الفيديوهات، ممكن اقفل خالص الصفحه ديت وما زعلكوش يعني. لو انا مش هتفاعل معاكم او مش هتتفاعلوا انتوا معايا والدنيا مش تمام ومش بيس يمان، يبقى خلاص. جنب منك الصينيه الجميله الحلوه ديت، هنحط في الارضيه كده معلقه سمنه كده ونلحسها من الشمال اليمين والارضيه كلها. وهندخل طبعا الصينيه في الفرن زي ما قلت لكم، شغلوا من تحت ومن فوق. اول ما تدخلوها شغلوا من تحت واقفلوا من فوق، اول ما ترتفع شغلوا من فوق وشغلوا من تحت، تديكي لون الجميل. طلعي الصينيه بتاعتك الحلوه وقدمي. انا بقول لكم كده عشان انا دخلتها وطلعت قدمت على طول، لان بقول لكم حصل مشكله معايا في التليفون يعني. طلعتها وقطعتها وفتحت وقطعتها معاكم وطلعت في الطبق معاكم كل حاجه، بس كل دوت اتمسح. مش اتمسح، ما تسجلش. كنت فاكره ان انا بسجل ولقيته ما بيسجلش. رحت راجعه تاني عملت لكم التقديم تاني من اول وجديد وهي متقطعه وجاهزه بقى. ماشي يلا هندخلها الفرن واجيب لكم. دي مكسرات، دي انا بجيب الكيس ب5 جنيه من عند المقلة يعني، مش مكلفة ولا اي حاجة. عايز تعملي الحركة دي اعمليها، مش عايز تعملي الحركة دي ما تعمليش. بس انا حبيت اعمل كيكة بالمكسرات والبلح، فانا مسكتها زي ما انت شايفه كده بالشاكوش اديله لحد ما فتفتها، بس مش قوي طبعا يعني حاجات بسيطه مكسرها حاجه بسيطه. ودي فصصتها من البتاع بتاعه ده اسمه ايه، الفستق. وايه وضربت برضو معاكم. هنجيب طبق بقى ونحط كل ده على بعضيه ونعمل خلطبيطه ونطلع على الوش كده الكيكه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. وننزل برضو ببلحتين 3 كده مفصصين برضو على وش الكيكه بتاعتنا الجميله الحلوه ديت، وندخلها في الفرن واطلع لكم. هنجيلكوا بقى ساعه التقديم. مش هقولك تاني، لو اول مره تشوفيني اعملي لي اشتراك وسبسكرايب ومتابعه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الجديد. اعملوا اشتراك عشان اول ما انزل الفيديو يديكي جرس ترن ترن، رودي ينزل الفيديو ترن ترن، خش اتفرجي على الفيديو. التليفون بتاعك هيقولك كده. نديها خبطتين 3 كده عشان لو فيها شويه فرطقاعات من تحت او هوا تطلع بره. بصي بقى انزلي بالمكسرات الحلوه دي وغضي بصرك عن دراعي. ايوه بصي جميله خالص خالص خالص. عايزه اقولك النهايه كانت طعمها تحفه تحفه تحفه، بس ولادي بقى صدموني، مش بياكلوا حاجه بالقرفه، كلاب. يلا سيبكم الضوضاء اللي بره وما تشغلوش بالكم باللي بره، خليكم معايا ماشي. سيب بقى العربيات معديه، التكاتك معديه، المكان معدي، هو ساعه الفيديو ما شاء الله كله بيعدي. ما علينا، خلينا في الكيك الجميله الحلوه دي. يلا هرجع لكم بقى في التقديم، ادخل الفرن وارجع لكم. ورجعت لكم في التقديم، وعايزه اقول لكم طعمها تحفه 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 تحفه. قومي اعملي بس زي ما انا ما عملت كده كل الاجراءات، ومشي بس واحده واحده بالاجراءات بتاعتي كده او على الخطوات بتاعتي كده. بجد 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 النهايه هتبقى جميله جدا 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 جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنسونيش لايك 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 عشان الفيديو يرتفع، بالله عليكم لايكات. لو مش تعملي اي كومنت اعملي لايك، حتى لايك حتى. وادي الصينيه الحلوه الجميله، والله قطعتها معاكم بس حصلت مشكله معايا جامده جدا. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير ان شاء الله.